السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده طاجن رز معمر باللحمه، من الاكلات المشهوره عندنا في مصر وخاصه في الفلاحين. تعتبر من احلى واجمل انواع الاكلات اللي ممكن تجربوه. هقول لكم بقى على كل الخطوات اللي بتخلي الطاجن يطلع وشه كريمي والرز بيكون مفلفل بالشكل ده. هحضره معاكم النهارده بطريقه ماما الله يرحمها، روعه بجد يا جماعه، لازم تجربوه. 5 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفى، معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، بقلبهم كويس قوي مع بعض. وكده جهزنا اول خطوه. في برام او اي صينيه ينفع ندخلها الفرن، بضيف معلقتين كبار من الزبده وبغلف بيها الصينيه بالشكل ده. هضيف نص كميه الرز، وانا هنا سلقت كيلو من اللحمه، سلقتها 3/4 سوا علشان اللحمه هتكمل سواها جوه الرز. برصها بقى بالشكل ده. هضيف باقي كميه الرز. بالنسبه بقى للسوائل، بضيف مج من شوربه اللحمه، معايا كمان لتر من اللبن هنزل بيه بالشكل ده. وعلشان بقى الطاجن بتاعنا يطلع وشه كريمي، هزود كوبايه من القشطه، والقشطه دي اللي بتكون على وش اللبن. هدخلها بقى فرن نكون مسخنينه من قبليها على اعلى درجه حراره. اول ما نلاقي الطاجن بدا وشه يحمر، بنهدي النار خالص وبنخليه بقى يكمل التسويه بتاعته على نار هاديه. بلمع الطاجن بمعلقه كبيره من السمنه البلدي. الرز المعمر الناجح لازم يكون وشه كريمي وطري بالشكل ده، والرز بتاعه بيكون مفلفل ومش معجن خالص. اتمنى من كل قلبي ان الوصفه دي بالذات تجربوها وتعجبكم.